ايه رأيكم يا بنات في الطبق ده؟ حد كله قبل كده؟ تقريبا في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ايه الطبق ده، بتهيألي ما جربتهاش قبل كده ولا كلتهاش ولا هتاكلها برضو. هي واخده موقف ما اعرفش ليه من الطبق ده. ناس كتيرة قوي اعرفها ما تعرفش يعني ايه بصارة. النهارده نعمل مع بعض شويه بصارة عظمه من ايام الزمن الجميل، من الاكلات المصريه القديمه اللي كتير قوي من الناس ما حاولتش تجربها. عماتي وامي رحمه الله عليهم طبق بصارة بجد كانت الجيران كلها بتحكي بيه، والنهارده هعملها لكم بنفس الطريقه. جبت نص كيلو من الفول المدشوش ونقيته كويس جدا، واغسله قدامكم مره واتنين، وارجع اغسله تاني واسيبه شويه في الميه لمده ربع ساعه. يعني عقبال ما تحضري البصلايه بتاعتك وتحضري الخضره يكون اتنقع شويه عشان يكون سهل في التسويه، ما ياخدش معاكي اي وقت على البوتاجاز. ورجعت كده انقعه بميه نضيفه وهسيبه لمده ربع ساعه. هبدا بقى نشوف هنعمل ايه. انا هنا احتجت 3 عيدان بس من الكزبره الخضراء، ربطه واحده بس، وعليها كام عود شبت زي ما احنا شايفين. انا بستخدم بس كزبره وشبت، ما بحطش بقدونس. كترش كمان الكزبره والشبت عشان ما تغمقهاش، تكون فاتحه. والفول بتاعي بعد ما اتنقع ربع ساعه ده بقى شكله وبقى طري طبعا، ومعايا شويه توم محترمين كده، ومعايا بالظبط 5 بصلات. اخدت منهم 2 قطعتهم للسليق، و2 قطعتهم حلقات للقلي والتزيين الوش، وواحدة هستخدمها للتقلية. وقطعت الخضرة، وبعد كده هجيب الحلة اللي هسوي فيها البصارة بتاعتنا وهنزل فيها بالفول بعد ما صفيته كويس جدا من المية. وبعد كده هحط عليها الثوم وعليها البصل وبعد كده هحط عليها الخضرة بتاعتنا اللي احنا مقطعينها. وبعد كده هزودها مية. المية هنا عندنا منسوب المية مش هيبقى كتير، يدوب هيغطي بس الفول بتاعنا عشان ما تبقاش ناعمة معاكي او تبقى سايبة وانت بتاكليها، تكون متجانسة ومتماسكة. وفي نفس الوقت هي هنا مش تاخد وقت في السوا قوي لانها منقوعة، لكن لو ما نقعتها سويتيها على طول زودي المية وخليها على نار هادية بعد ما تغلي وسيبها تستوي براحتها، تاخد معاك وقت اطول. وهنزل عليها برشة كبيرة كده من الكمون او معلقة كمون كبيرة واغطيها واحطها على البوتاجاز. اول ما تفور معانا هوطي عليها النار واسيبها بقى تغلي مع نفسها، بقى تشتغل مع نفسها كده شوية لحد ما تستوي وتوصل للمنظر اللي انت شايفاه ده. تلاقي كلها متهرية ببعضها وكل المكونات كلها استوت واتهرت، تبقى ختمت كده زي ما احنا شايفين. وهجيب الخلاط بتاعي وهنزل فيه بالبصارة، هديه ضربتين كده، ولو حسيت ان هي تخينة انزلي عليها بكوباية من المية. هنزل عليها بأهم تكة بقى رشة النعناع الناشفة دي، بجد بتدي طعم البصارة حلو. او على شوية شطة حمر ناعمين. انت ما بتحبش الحاجة حراقة استغنى عن الخطوة دي. انا هنا ما بحطش ملوخيه تماما، انا بستخدم النعناع. ولو ما عندكش نعناع مجفف في البيت استخدمي باكيت من منتجات ازيز المجففه، فكي باكيت وحطيه في الخلاط. وهرفع حله على النار وهنزل فيها بزيت محترمين كده، واول ما يسخن معايا هقوم نازله بالبصل اللي انا هحمره الوش، واحمر البصل بتاعي لحد ما ياخد اللون البني الفاتح ده واشيله. وفي نفس الزيت ده كنز يا بنات، هو ده بقى سر البصاره، النعناع والزيت بصراحه بيخلي البصاره في حته تانية، بتبقى مرمله كده وناعمه وبتبقى فعلا طعمها حلو قوي. في نفس الزيت هنزل بالبصلايه اللي انا هقلي بيها البصاره وتقلبتين كده حلوين لحد ما تصفر معانا، وهنزل بالخليط بتاعنا من الخلاط. بجد الريحه حلوه جدا تحفه بصراحه. وهدي تقلبتين كده واقوم نازله عليها بمعلقه الملح اللي احنا مأجلينها من اول التصوير، بنحطها في الاخر عشان ما تحرقش معانا. واسيبها ما تغلي وتتقل شويه عن كده، ولم جناب الحله كده وهي على النار بالسباشله علشان ما تنشفش من الجناب. ده لمي فيها كده وقلبي فيها كده هتلاقيها تقلت معاكي، متاخدش وقت. وده شكلها بعد ما استوت، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. بصي ما شاء الله ماسكه في نفسها ازاي. هبدا بقى اصبها في الاطباق وهي سخنه. نزلت بالاطباق بتاعتنا، واول ما وشها يتشمع وتهدى انزلي عليها بالبصل اللي انتي مقلياه. حابه تحطي حبه شطه حمراء براحتك، مش حابه حاجه ترجع لك انتي. وده شكل الطبق بتاعنا بألف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله يفتح النفس. النص كيلو عمل لي 5 اطباق، فرقت منهم 4 على الجيران وانا خدت واحد. الحاجه الوحيده اللي لما اعملها للاسف بفرقها على الجيران، لان محدش عندي للاسف بيحاول يقود المحاوله وياكلها. يعني انتوا عارفين الجيل الجديد ده كله ملهاش في الحاجات دي. يا سلام بقى مع عودين جرجير كده صابحين، شويه بطاطس محمرين، وطبق بتنجان متوصى عليه، ورغيفين عيش، وبالهنا والشفا. ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والدعوة الحلوة.